تعليق على بعض الكلام اللي سمعته، ما نجمش نقعد ما نفعلش معاه. اي دوك سي تهم يتحدث على الاستعمار القرطاجي، الاستاذ الفاضل تحدث على الغزو العربي. شوف صحيح نوافق سي تهامي، وانا كنت نقول ديما، كنت في منابر معناتها اكاديميه وحتى في مداخلات في جمعيات. احنا في تونس عندنا مشكله تاع هويه. مشكلتنا الاولى من الناحيه الثقافيه، ما نحكيش اقتصاديا، هي مشكله الهويه. هذا هو السؤال اللي ديما يتطرح. شكون احنا؟ يسمعني. شكون التونسي؟ شكون التونسي؟ فوالا. دونك كل واحد باش يجاوب من منطلقاته، من الايديولوجيه اللي تبع فيها، من الفكر، من الباك جراوند اللي تلقاه. ولكن اذا كان نشوفوا الامور من ناحيه علميه، من هو التونسي؟ باش نعطيكم مثال وحديثنا قياس. تعرفوا كل شعب عنده طبق الوطني بتاعه، الطبق الوطني هذا عند كل الشعوب، المانيا، كندا، المكسيك، هذا ديما يتكون من 2 à 3 انغريديون. ستيك فريت، بونفريت، هوت دوغ، سباغيتي، بيتزا هي المارغريتا، معناتها سي بات مع طماطم. شنو هو البلا ناسيونال في تونس؟ ماهوش الكسكسي. الكسكسي سي ان بلا مغربي، سي ان بلا مغربي. الحاجه اللي تتفرج فيها التونسي، وهنا فما انكيت اتعملت مع لي شيف تونسيان اترونجي، هو الصحن التونسي. هو الصحن التونسي هذا اللي ماهوش موجود في حتى بلاد في العالم الا في تونس. الصحن التونسي ماشي يتكون هذا ليس حامض، هيسمى شويه عظم، مكحوري، عيبة طماطم، تون، زيتون، ترش. نوصلوا نفوتوا 10 انغريديون في صحن من برك، حاجه يونيك في العالم، ماهيش موجوده في العالم الكل. وهذا هو نتيجه التراكمات اللي عاشتهم البلاد التونسيه خلال 3000 سنه من التاريخ، باش ما نتحدثوش على ما قبل التاريخ. كل حضاره، كل ثقافه تجي تسكن البلاد هذه، مش لازم نستعملوا كلام من نوع الغزو والاستعمار، يعني وقت نقعوا في حاجه نسميها اسقاط التاريخ، اناكرونيزم، يعني نستعملوا مصطلحات هي ما نجموش في عصر معين ونسقطوها على عصر اخر. الصحن التونسي هو فعلا يلخص التاريخ التونسي، يلخص كل التراكمات اللي عاشتها البلاد التونسيه. احنا نتيجه هذا الكل. هذا يظهر زاد في اللغه نتاعنا. اللغه نتاعنا اللي هي اللغه الدارجه، نسميها اللغه التونسيه، ولعلماء اللغه كلهم يتفقوا لانها لغه ماهيش لهجه. كل هي اللغه التونسيه وليست لهجه، نحكي علميا. اللغه الدارجه التونسيه فيها مصطلحات من عهد قرطاج، ما نعرفوش اللي هي من عهد قرطاج. شوفوا مثلا الفلاح شو يقول عندي فلاحه صحويه وفلاحه بعدين. حلوا كل قواميس اللغه العربيه، كلمه بعد مش موجود، لان هذيك هي فلاحه مطريه، والفلاحه المطريه عند القرطاجيين هي هبه من الاله بعد حمور، وهو حامي قرطاج واله الخصوم. دونك هذه كلمه من وقت قرطاج موجوده. كانت تعطيو العصر الروماني تلقاو عدد مهول من الكلمات اللي هي الرومان اللي هو حكم تونس مدة 6 قرون، ولكن اللغة اللاتينية اللي يتكلموها قعدت موجودة حتى القرن الثاني عشر الميلادي، يعني السادس هجري، في قروان وفي قفصة وفي الجليد قعدت موجودة. خلات الثقافة يعني اللغة اللاتينية خلات رواسبها في الدارجة التونسية. اللي هو شوف نعطيكم قاعدة بسيطة، اللغة اللاتينية يعرفها سي تهامي، فيها التنوين. شنو التنوين؟ التنوين سي لو طون تفهم به الكلمة. في العربية شنو هو التنوين؟ هو الأم، قولوا كتاب كرسي عرصة اكسترا. في اللاتينية التنوين هو الأوس، كما في الروسية هو الأوف. وبالتالي شوف الكلام الدارجة بتاع التونسي اللي يوفى بالأوس راهو هذاك اللاتيني. كما فلوس مثلا، فلوس ماهوش كلمة عربية، سي لو بلوس، البركوس، المعدنوس،
وقص عن هذا له ثم عشرات الكلمات. دوك في نهايه الامر التونسي باش ما نطولش، هويه التونسي هي احد هذايا، هي هويه متعدده، واللي يحب يقسمها ولا اللي يحب يوحدها نفس الشيء راهو مش غلط كبير، غلطه اسمها ما يجمش لان هذه حاجه ولات مترسخه فينا في ثقافتنا الماديه وفي تراثنا غير المادي. شكرا.